علاقه الوقفه بالمخدرات؟ والله الحشيش ده يعني مفيش حد يقدر يبطله. هم ممكن مثلا في دماغهم اللي هم عيد ويجيبوا الحاجات دي يشربوها. هم يشربوا الحاجات دي ويطلعوها على البنات. ده كلام عالي قوي. طب وقف الكلام ده ممكن؟ لا مش عليك انت شايف ايه علاقتها؟ احنا اتعودنا. الدنيا كلها زي ما انت شايف كده، كله خاربها. ده يوم مفترض. بيسموه يوم الاحتفال بتاع المخدرات، ده شيء اكيد. يعني اقول لك ليه؟ ان الشباب اللي هو مثلا في سن ال 30 وال 35 ما بقاش ليه عيد، هو يوم الوقفه بتاعه هو العيد كله. ليلة الوقفة والعيد وبتاع وفرحانين وبتاع ويهيسوا ويعيشوا اللحظة بقى. انت عارف طبعا كله بيشتغل، فالوقفه بالذات والثلاث ايام بتوع العيد او الاربع ايام بتوع العيد بنتجمع فيهم، وكله بيفك نفسه في المخدرات ديت. انت شايف ان مفيش اقبال الايام ديت على المخدرات والبيره وكده؟ والله ما اعرفش، بس اللي انا شايفه ان البلد في الاحسن. طول ما هم واخدين ان الوقفه هي مخدرات وخمره ومش عارف ايه. ويعني الناس اللي هي ايه كانت بتفطر السنه اللي فاتت، النهارده في السنه دي ما شفتهاش بتفطر، يعني في حاجات كتير بتتغير. اللي قدر يخليه ما يشربش في رمضان ما يشربش خالص.